يا قلة العرسان يا اخواتي، بشويش على الشاب لحسن يتخض يا قلبي. مد ايدك خد المفتاح يا قاتل يا غادر يا سارق قلوب العذارى. السلام عليكم متابعين مصر زمان. النهاردة هنتكلم عن الرئيس الراحل أنور السادات والفنانة القديرة زينات صدقي، وموقف للرئيس السادات مع الفنانة. في البداية لابد أن نعرف جميعا أن السيدة زينب محمد مسعد أو الفنانة زينات صدقي كرست عمرها كله للفن المصري والعربي، وأعطته كل حياتها، وفي المقابل لم يعطيها الفن أو فنها الجميل الذي قدمته أي شيء. فقد أضحكت الفنانة زينات صدقي الملايين بموهبتها البسيطة السهلة، ورحلت في صمت دون أن تزعج أحد. ولها حكاية شهيرة مع الرئيس والزعيم الراحل أنور السادات. فقد عاشت الفنانة زينات صدقي حياة صعبة بائسة في أواخر أيامها، فقد باعت أساس منزلها بالكامل حتى تستطيع الإنفاق على نفسها في وقت تخلى عنها الجميع. لكن في عام 1976 دعاها الرئيس والزعيم الراحل أنور السادات لحضور حفل تكريم واستلام درع عيد الفن، ولكنها رفضت الحضور. وكان اعتذار الفنانة زينات صدقي عن الحضور بمثابة مفاجأة صادمة للرئيس ولزوجته السيدة جيهان السادات. فقد رفضت الفنانة زينات صدقي الحضور لأنها لا تملك ملابس تليق بالخروج بها على جمهورها ومقابلة رئيس الجمهورية وتسلم درع أو حضور تكريم. وعلم الرئيس والزعيم الراحل أنور السادات بحقيقة الأمر، وبكى بشدة على ما وصل إليه حال فنانة أسعدت الجميع ولم تكن تنتظر شيئا من أحد. وأرسل الرئيس والزعيم الراحل السادات زوجته السيدة جيهان للفنانة زينات صدقي إلى منزلها بحجة إبلاغها بموعد التكريم، وطالبها بأن تأخذ لها ملابس جديدة كهدية لتحضر حفل التكريم. وقرر الرئيس والزعيم الراحل أنور السادات صرف معاش شهري لها قيمة 100 جنيه، ومنحها الشيك ب1000 جنيه، ودعاها إلى حفل زفاف بنته، وأعطاها رقم تليفونه الخاص، وقال لها أي شيء تحتاج إليه اطلبيه فورا يا زينات وأنا تحت أمرك. رحم الله الرئيس السادات ورحم الله الفنانة الجميلة زينات صدقي.